اسكتي خليه يرد، ومن بعد عاود يعاقب، ما نعطيك حق الرد. تفضل عمي صحراء جمال، ما تزيديش تعاودي تنحي الميت. الصحراء نتاعنا مرفوع فيها اعلام فيها الفوضى متاحفنا انا يبقى عندي. منشآتنا. نتحداك، نتحدى اي مغربي اللي راه يدير صحراء شاطئيه يلقى جزائري في منطقه الصحراء الجزائريه يقول انا ماشي جزائري. مستحيل، مستحيل تلقاي مواطن يقول لك انا مانيش جزائري. احنا رانا نحكوا على الصحراء الغربيه اللي الحسن الثاني طلب يقتسمها مع الجزائر وموريتانيا. الجزائر رفضت، موريتانيا قبلت وتراجعت، هو الوحيد اللي حاب يمتلك هذه الصحراء. فهمتيني يا اخت؟ يعني فرنسا نهار مدت الاستقلال للمغرب، رفع الحمايه عن المغرب، لماذا لم ترفع الحمايه عن الصحراء؟ احنا بلادنا ديناها كامله كامله، واخرها كنا بحسن نيه مخليين خاوتنا المغاربه يفلحوا في اراضي تلقيك، وعاودنا استرجعناها مرارا لانه اصبحت بؤره مؤامرات. فهمتيني الاخت؟ القضيه في الامم المتحده، في الغرفه الرابعه في الامم المتحده، والمغاربه ادرى مش معناها الغرفه الرابعه. شهرزاد عاودي ديري دومون دوك نطلعك. تفضل عمي جمال. انا عندي سؤال للمغربي هذاك، نحي المايك نسالك المغربي. في طريق تفضل تسمعك. تبدا ومليليا مغربيتان ولا اسبانيتان؟ مغربيتان وسنسترجعهما باذن الله. يكذب ما تسالش. يا شهرزاد انت اسمك شهرزاد، هو قال راني نسال طارق، خلي طارق يجاوب. انا حسب لي، حسب لي اعتذر، اعتقدت انني انا نجاوبك. السلام عليكم. عليكم السلام شهرزاد، دوك تحضري يا شهرزاد. مليليا مغربيات. انا نجاوبك ماشي مشكل. قول لي محتلتان. انا نجاوبك. جاوبني يا اخي، جاوب. طبيعي دير. اول حاجه انا اللي اكتشفت هو انكم تتعاودوا نفس الاسطوانه ديال النظام فيه معلومات غالطه 100%. هضرتي على البطاقه التعريف الوطنيه، شكون اللي بغيتي انت في الجزائر، شكون اللي تيسني لكم في بطاقه التعريف الوطني؟ رئيس الدائره اللي هو مدني 100%، هو اللي يمضي في شكون قول لنا شكون؟ في كل منطقه كاين رئيس دائره، كاين شخص واحد كل منطقه. رئيس دائره ديالاش رئيس دائره؟ مقاطعه يعني رئيس الدائره يعني في وزاره الداخليه، يعني وزاره الداخليه، ولكنه مدني ما يمضيش فيها وزير الداخليه. لا عاد صنفي انا تيسني فيها تيسني فيها المدير العام للامن الوطني ياك. احنا عندنا المدير العام للامن الوطني وحده، وعندنا وزير الداخليه. انتم عندكم المدير العام تيكون جنرال، تيكون عسكري. حنا المدير العام في النظام الشبه العسكري ماشي العسكري، هو اللي مكلف. شكون اللي تيدير التنقيط ديال الناس؟ ماشي الامن الوطني. تاريخ خليني نحكيو بشوي. نحكي لك على تقسيم اداري او قاعد نحكي لك باش نكون دابا حنا ما قاطعناهمش، خليونا حنا ما تقاطعوناش. اصبر نفهمك ما معنى التقسيم الاداري، راح نفهمك ما معنى التقسيم الاداري فقط. انا راح نفهمك ما معنى التقسيم الاداري. شوف يمكن منتخب غادي يسني لك في لاكارت ناسيونال باش تكون واضحين، لحقاش التنقيط تيديروا الامن. انت لا شدك بوليسي باش يدير لك ماشي رئيس الدائره واحد منتخب ولا هو اللي غادي يدير لك التنقيط. الامن الوطني خصو يكون مسونطراليزي عنده داك الشيء. دونك هذه المساله. ونزيدك حاجه اخرى، الا مشيتي للدول في العالم كامل غادي تصيب المدير ديال الامن هو اللي تيسني في لي كارت ديدونتيتي. هذه مساله. قلتي لي جينيرو، انا نتحداك دابا اعطيني سميه ديال جنرال واحد مغربي. دابا انا تنسمع فيك، جاوبني، اعطيني سميه جنرال واحد في المغرب. انت قلت عندنا نظام عسكري، جاوبني انا تنسمع.
السي جمال ولا الاخ الاخر، بلا ما تقلب في اليوتيوب في جوجل، جاوبني دابا انا تنسمع. نقدر ندخل لجوجل ونعطيك الاسماء، ولكن لا بلا ما تدخل جوجل، بلا ما تدخل جوجل، بلا ما تدخل جوجل. اسمع لا يهمني ان اعرف اسماء المغرب. لا عطيني سميت جنرال، ما تقدرش، ما غتقدرش. دونك هذا دليل على ان حنا العسكر ما داخلش في السياسه عندنا، ما يحكمش. هذا اكبر دليل. انا نقدر نعطيك 10 اسميات 10 الجنرالات عندكم في الجزائر. جاوبني على هذا السؤال. ما هي رتبة الملك؟ ما هي رتبة الملك؟ ما هي لا جاوبنا على هذا السؤال. ما هي رتبة الملك؟ لا خلي السؤال، خلي نجاوب على هذا الشيء. لا اعطيني رتبة يا سنن كمال اقفل له كمال خويا، اقفل له المايك. اعطيني رتبة. لا اعطيني يا خلي قلتي نعطينا اسم جنرال. اعطيني رتبة الملك الذي لم يدخل يوما الى. انا راح نجاوب. اعطيني رتبة الملك. دونك هذا دليل ما قدرش يجاوبني. اصبرني انا نجاوبك. اصبرني يا سامي، انا نجاوبه نورمال سهله ماهله. الامير جنرال، الامير اللي رايح ولي العهد كما نقولوا، جنرال ولا ماشي جنرال؟ لا ماشي جنرال. لا ها واش هو الكراد تاعو؟ هذاك الصفه ديالو هو ولي العهد، ما عندوش شي صفه اخرى من غير ولي العهد. سبحان الله، ذيك النهار برك علق ما عندهاش حتى شهرين. علي يجيب لك تليفون ويفتح لك الكام. قول لي جبت لك تليفون، جيب له سامي، جيب له سامي. وتبغي تجيب لي لابس اللبسه ديال العسكر ولا شنو؟ ما فهمتش. راه تنهضروا على الرتبه. واش هو جنرال؟ جنرال ولا ماشي جنرال؟ حتى واحد ما يقدر يجاوب لي على سميت جنرال واحد في المغرب، هذه وحده. دونك انا نقدر نعطيك 10 دابا، 10 الجنرالات في الجزائر نقدر نعطيك التسميات ديالهم دابا. يا ودي انت كون نسقسيك على البلديه اللي ساكن فيها انا تعطيها لي. لا والله ما نعطيها لك، انا نعرف على الجنرال اللي عندكم صافي. اصبرني يا طارق، اصبر كي نعود نهضر معاك اسمعني. وما خليتوش انت سألت سؤال، انت راك دير تعقيد ماشي تهضر. انت دركا راك دير في مداخله وما حبيتش نقع معك. انا نعطيك حق الرد برك، ما نعطيكش مداخله تبقى يسمى هكذاك يولي نقاش ثنائي. انا عطيتك تعقيب كي كنت مغربي بوان الالين، هذا ما كان. بصح معليش بما انك طرحت سؤال اسمع الاجابه، هذا ما كان. لا الاجابه بغيت معها قبل ما يدخل لجوجل. لا يدخل لجوجل ولا ماشي جوجل. حنا دوكا نحوسوا اسكو الحموشي مدني ولا عسكري؟ شبه عسكري، نظام شبه عسكري كيتسمى. ماهوش نظام شبه عسكري، نهضروا الحموشي. عطيني الرتبه ديالو، عطيني الرتبه ديالو. قائد العام للامن المغربي. لا عطيني الرتبه، واش عقيد واش جنرال واش ماريشال؟ جنرال نورمالمون عنده رتبه جنرال. لا ماشي جنرال. ايوا دابا ماشي جنرال، هو قائد، هو المدير العام للامن الوطني، ما عندوش الرتبه عسكريه يعني باش نقولوا لي جنرال. بحال تقول لي دابا انت واحد المدير ديال واحد المؤسسه راه تنقولوا لي جنرال، راه ما يمكنش. ما عليناش، هذه خليها جانبا، انا طرحتها. غادي نجاوب الاخ على هضر على اسبانيا اللي سبتهم ليبيا وقال لك درتو مع اليد. انا تنظن بان يعني انا عارف بانه ما عجبكش الحال، لان المغرب غادي ينظم كاس العالم، هذا هو المهم عندنا حنا. على ما يعجبوش الحال، على ما يعجبوش الحال. الا كان لا ما يعجبوش الحال راه باين الانسان فاش يكون في واحد. دركا انت علاه قلت ما يعجبكش حنا دعمناكم في الملف، لانه هضر على مساله ما عندهاش علاقه بكاس العالم، ما عندهاش علاقه بكاس العالم. يا اخي دعمناكم بكري، واش راك تهضر انت؟ كي تبدا تهضر في امور خارج النطاق طارق ما نقدرش نخليك خويا، اسمح لي. ودعمتينا بكري، انت قلتيها بكري ماشي دابا راه كاع ما تدعمنا. دقيقة أبو علام، أبو علام يا أبو علام خويا دير الميت تاعك الله يسترك. أبو علام تحليل. السلام عليكم. مرحبا العز. تحياتي ليك خويا كان صافا. الناس اللي معك الله محييك. الناس اللي لايف. السلام عليكم مرة أخرى. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. تفضل تحليل، واش عندك تقول؟ والله واش راح نقول، انا كي نشوف لايف واحد يحكي لك على كاس العالم، واحد يقول لك غيرها تاع كاس العالم،
هذا هو المستوى اللي ولينا ليه. كي نرجعوا احنا نشوفوا الحياة تاع المواطن حالة لا يرثى لها. واحد فرحان كأس العالم، واحد فرحان كأس افريقيا. لا ما عاد، ما انا شخصيا ما عاد لا يهمني لا كأس العالم لا كأس افريقيا. المهمني بلادي وين راني دولي. شوف تحليل لا باش نعم. باش نحطك في الصوره. شوف انا يا اخي على بالك بلي كنت محظور. عندي شحال كنت محظور. هي اليوم وين يرجع لي اللايف، رجع لي مع المغرب هكذاك شويه قبل المغرب. قال لك ماهوش قراد، ما عندوش قراد. دوك نطلع لكم جماعه واحده اخرى. قراد هي عنده القراد. انا ذيك النهار برك اللي اسمع، هما نظام ملكي وكاين فرق بين نظام جمهوري. فرق كبير بين ملكيه، فرق كبير. هما يكومباريو بالمملكه تاعهم بالدوله. سامي راك موديراتور هنايا ما تنساش. كاين فرق تقدر ما على باليش. شوف لي شوف، انا كي قلت له هذا نهار ما دخلوا في العسكر هو عنده رتبه ماريشال، يعني تسمى رتبه راهي كبيره خلاص. قال لك انا ما عنديش. الملك راهو هو عندهم الملك هو الولي هو الملك، هو عنده رتبه ولا لا؟ عنده رتبه عسكريه نهار ما دخلوش للعسكر. هو يرتدي البدله العسكريه اصلا. لا ونهار ما دخلوا للعسكر. هما الناس ما فاهمينش. هما ما فهمتش انا واش حابين. هما انا فهموني برك. انا المستشار تاع الملك يكون دقيقه تحليل. امازين السلام عليكم. السلام هو عليكم. قائد الاركان ولكن ما عندوش رتبه عسكريه بمعنى ان دقيقه امازين دقيقه امازين. دوك نعطيك حق الرد ولا نعطيك المداخله تاعك. كمل التحليل. نعم، يعني هما كيشوفوا فيه نظام. ما فهمتش انا وين يشوفوا فيه نظام عسكري. ما فهمتش انا. ان الواقع الناس راهم يسمعوا. هم راهم يسمعوا في المعارضين كما يقولوا. يقول لك نظام عسكري معناه يقول لك راه العسكر مسيطر. هما النظام العسكري كان يجيو يشوفوا في مصر. احنا اقتصاد، احنا على الصناعه مسيطر عليها الارمي. واش مسيطر عليها الارمي؟ فهمت؟ الصناعه مش مسيطر على الجيش الوطني الشعبي. فهمني؟ الجيش الوطني الشعبي عنده مهمه خاصه تاعو، حمايه البلاد. عنده كيما نقولوها عنده تدخلات. لانه علاش حنا ما عندناش حسب الدستور يتدخل في حال طارئ مثلا كيما اللي كان صرات في 2019. كان حراك يعني دخلت ناس معارضين وانفلت امنيا. دخل الجيش لانها السلطه العليا حلت النظام. قالت الناس تتظاهر وتدي حقها لكن بدون تخريب، بدون تكسير وبدون يعني تقتيل. يعني الامر عادي. الناس اللي تاخذت الامر هذا قال لك باللي الجيش. وين هو الجيش يا اخي؟ تبون تشوف فيه متقاعد سيسي؟ تبون تشوف فيه سيسي؟ السيسي ما شفتوش في يحكم في مصر. هاو سيسي هذاك عسكري. كيفاش انتم شوف يا خليل النظام هذا اللي يقول لك نظام عسكري. انا عييت نفهمها. وين قلنا عاد لي وين النظام العسكري؟ شوف يا خليل خليني نعلمه برك. هل لقيت عسكري جزائري يبيع الخضره في الاسواق؟ معليش هل لقيت الجيش الوطني الشعبي عامل طوابير يبيع المواد الغذائيه للمواطنين؟ يا سبحان الله. انا ما شفتهاش. انا شفتها غير عندكم في الدوله المغرب. صح ولا لا؟ حقيقه. انا ما نجيش هنا يبينوا هما الجيش تاعهم هو اللي مسيطر. السلام عليكم. اللي يخون نفرقوا ما نفهموا شويه. ما تبعوش. مازال عندك الفوضى يا خويا. شوف في المغرب كاين معارضين. عندهم معارضين كذاك. الجزائر عندهم معارضين. حتى هما المعارضين تاعهم يتكلموا. وفي الجزائر ثاني يتكلموا. كل واحد يتخذ نقطه قوه يهاجم بها. ليش يجيك واحد انايا من يتبع ويسمع الاخبار ويشوف ويقول؟ هذه كاين المعارضين يا ناس. كاين الناس معارضه عندها بنا امر تحب تمشي عليه ودير به قاعده جماهيريه. وشكون يتبعوا قاعده جماهيريه؟ هم الناس اللي ماهمش على بالهم مش كاين الجزائر. هذه نحذر منها ناس بزاف باش يكونوا واعيين يفهموا بعضنا. مابقاش ندخلوا في حيط. المغاربه تاعنا داخلين في حيط يقول لكم انتم هكذا انتم راكم غالطين في حوايج بزاف. مع احتراماتي للشعب المغربي راكم غالطين في حوايج بزاف. يقتراحوا شويه اموركم شويه. والله انا عدت نتفرج لايف هكذا ولا نشوف نحير يعني والله. تفضل خويا كان. ربي يحفظك تحليل. بارك الله فيك.
مازين تفضلي ردي، عندك رد. فوزي تعربت لا دولة غير عسكرية ما فهمتش تقول دقيقة مازين، دقيقة برك نشوفوا فوزي تعربت هذا منين ونعاودوا لنا. فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزي مغربي خويا. كيف دايرين اخواني بخير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. مغربي. كيف دايرين اخوتي بخير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. دير المايك تاعك دركا كي والله حبيت نطلع من قبيله على بالي. لا شوف انا والله حبيت نهضر 2 دقائق، والله الا 2 دقائق نمشي 2 دقائق نمشي، والله الا حبيت غير نوضح واحد الامر. الا سمحت لك مازين مشكل الاخ فوزي تفضل. اهدر على روحك. اسمع اخي نوضح غير 3 مسألات نطلع بحال انا نتفرج في اللايف من لا سيدو سامحني خويا سامحني، اقفل المايك يا سيدو كمال. سيدو عنده البارازيت. سيدو راح نهبطوا كاع، قلت له قبيل بعد على الحس. تفضل يا فوزي خويا تفضل. السلام عليكم. والله إلا أخي كمال بغيت نسول هاد الإخوان هادو، عجبني الحوار اللي بيناتهم، راني طلعت لقيست أكثر من ساعة وأنا نتسنى باش نطلع. نسول هاد الإخوان هادو كاملين يعني لا مغاربة معليش حنا خوت. بغيت نسول لا مغاربة ولا جزائريين، يعني هاد الأمور اللي راهم يناقشوا فيها واش عندهم عليهم معلومات، ولا كل واحد كيجيب معلومه ديالو ويقولها من راسو ويقولها، لان بزاف ديال المعلومات راني نتصنت لهم الصراحه. انا شخصيا عالم على هاد المعلومات هادو، فيهم كاينه هاد المعلومات كاع اللي دازوا هذه اكثر من ساعه، والله الا 100% كل شيء غلط، لا من المغاربه ولا من الجزائر. صحح رد على روحك وصحح. باش نقول لك، حنا المغرب والجزائر كنعيشوا واحد الازمه حاليا في هذه الايام ديال واحد الازمه ديال هذا التيك توك هذا، ديال هذه اللايفات. راكم تسمعونا الاخوان؟ نسمعوا فيك بيان تفضل. وي، وكنعيشوا واحد الازمه ديال هذا التيك توك ديال المغاربه والجزائريين. يعني البدايه ديال هذا الشيء المغاربه كأنا مغربي غادي تقولوا يعني حس البلد ديالي اننا حنا من حقنا نهضروا. وباش تعرفوا شكون اللي باني هذا الشيء هذا، حنايا الا هضرنا في الجزائر ما خصهاش تهضر فينا، لان الجزائر واحد الدوله اللي جابت لينا بوليزاريو وحطاتو لينا في الحدود بيننا وبينها، وعطاتهم ما تكذبش. الشعب الصحراوي اسمح لي اقفلوا الميوت اقفلوا الميوت قفلوا ديريكت الصحراء اسامي انتم راكم كيما راكم تقولوا. انتم الحسن الثاني نهار اللي قال لكم نديروا المسيره الخضراء، وانتم نهار اللي قال لكم المسيره الخضراء انتم ما بالكمش باللي كاين عندكم بلاد يسموها الصحراء كيما راكم تامنوا بها. فهمتم؟ كان هذا الشعب الصحراوي. نعم يا اخي، انت مزيان كيما نقول لك تقولي لي كي نقول لك الصحراء ماهيش مغربيه راح تقولي لي مغربيه. فهمتي؟ لا ولكن هذا الشعب ديالكم اللي كتهضروا عليه الشعب الصحراوي يعني لا معليش انت انا كان نناقشك تقولي لي الصحراء يا مازين اختي معليش يا مازين هذا كلام شعبوي. اذا كيفاش اليوم علاش هذاك الشعب ماشي تاعنا تاع الصحراء الغربيه. شوفي باش يطلع لك واحد اختي مزيان شوفي هذا كلام خطير. يطلع لك شخص انت راكي على بالك باللي الشعب هذاك ماهوش الشعب الجزائري اللي راه في الصحراء الغربيه هكذا، انت ياك متيقنه بها. احنا كنقولوا يدعمه الشعب الجزائري، ماشي الشعب الحكومه الجزائريه. معليش انا نقبلها منك يدعمه. معليش انا نقبلها منك. يدعم البوليزاريو، ما كنقولوش بانه نبارك الله فيك. مالك نقبلها كان يقول يدعم. معليش نقبلها منك لانك هذا حوار. معليش انا احب نقول حاجه. نهار اللي دخلت اسبانيا، نهار اللي دخلت وقتاش دخلت في 184 دخلت للصحراء. فهمتني؟ ضربت فيها قداها حوالي 92 سنه او اكثر يعني، وخرجت. المشكله اللي في اسبانيا ماشي كيما اللي عندكم انتم. نهار اللي كانت فرنسا انتم عطاتكم وثيقه استقلال، وهذه وثيقه حمايه، وثيقه استقلال. قال لكم انتم راكم مستقلين. بس الصحراء الغربيه ما عطاوهاش. اسبانيا خرجت ديريكت.
دول خلاتها، فهمت، مشات، فهمتني. يدرك يبان هذا الصحراء هذه وش ولات، كل يحارب عليها. اللي كانوا يحاربوا عليها كانوا صحراويين. هذه خرجت اسبانيا، خرجت خلاتها ما رسمت حدود، ما رسمت حدود كامله. كيفاش غترسم حدود وهي اراضي مغربيه؟ يا اختي الكريمه معليش، انت راكي واثقه بلي تقول لي اراضي مغربيه. يا اختي دي هل شكون اللي يحاربوا فيها؟ هل هم اللي يحاربوا الاستعمار الاسباني مغاربه او صحراويين؟ كانوا الصحراويين، فهمت؟ الا كانوا الاصل هاد البوليفاريو راه فيهم مغاربه هما اصلا على عبد العزيز كاع اللي كان دقيقة مزين إذا كان دقيقة تحليل، دقيقة برك، دقيقة تحليل. مزين اسكتي، مزين الشعب الصحراوي. اسكتي دقيقة. سامي نسمع. جيري اللايف، أنا عطيتك صلاحيات كاملة. اوكي شكرا. أنا معاك. اوكي تفضل. الأخت مزيان، إذا كانت أنتم عندكم حملات ضد إسبانيا مثلا، أعطيني مثلا إذا أنتم يعني مادام نقولوا في الصحراء مغربية معناه كانوا نقولوا مغاربة راهم في الصحراء، هكذا أنت تآمني بالموضوع. أنا نعتيلي اسكت عندك أنت الملك تاعكم ولا حاجة هاجم الإسبان ولا ما هاجموش؟ هذا مسيرة خضراء ما عرفتيش 75 مسيرة خضراء. لا يا أختي لم هنالك إسبانيا خرجت. إسبانيا قلت لك قاعد 92 سنة وجات ماشية. إسبانيا كانت مخليلة، فهمتني. المغرب كان على باله بالإسبانيا، لكن في 92 سنة تاع الاحتلال، 92 نعم 92 سنة من الاحتلال، يعني تكون اوبليجي تكون حرب بين الإسبان وبين المغاربة. أين كان المغاربة في 92 سنة؟ كل شيء عنده وقته. كيفاش كل شيء عنده وقته؟ في 92 سنة كان يذبح الصحراويين كان يذبح على آلة، كان يذبح وتقطع رؤوسهم. 130 سنة فاش كانوا مستعمرة فرنسية، فين كانوا تاهما؟ فين كانوا؟ الجزائر فين كانوا 130 عام؟ اسمعي شوفي، من عهد الامير، شوفي ما تبدليش الموضوع، على بالك باللي الثوره الجزائريه من عهد الامير عبد القادر. انا اعطيني لب الموضوع 92 سنه. اين كان الملك؟ اين كان ملككم؟ لماذا لم تحاربوا الاسبان؟ ولماذا لم تحاربوا الصحراويين يحاربون لوحدهم؟ لكن لماذا يا مازين ديري الميت خويا اختي وسمعي الكلام. ما تقارنيش ثوره تاع ما تقارنيش الاحتلال الفرنسي للجزائر انت راه يقول لك مادام اسمعي لي تحليل. اصبر دقيقه سدي، ديري الميت واسمعيني. ديري الميت. شوف يا أختي مزيان، إذا تكون هنالك يعني حرب، وإذا كنتم يعني إذا كانت إسبانيا محتلة أراضيكم، أين كان ملككم وأين كان جيشكم؟ حتى الجيش الملكي ما تأسس الجيش في الاحتلال الفرنسي كما ما تخرجكش من الموضوع، ما تخرجك. لا معليش نجاوبك. يقول لك اين كنتم واين كنتم نجاوبك. احنا المقاومات ما حبستش من 1832 حتى 1954 الثوره المظفره، ما حبستش المقاومه، وكان الشعب الجزائري كامل. اسمعي لي واسكتي. اسمعي لي واللي كنسموها حنا مغربيه. اسكتي. احنا ما حبستش المقاومه. هو راه يقول لك علاش المغرب ما تدخلش دفاعا عن الارض اللي احتلتها اسبانيا. اذا كانت ارضك كيفاش ما تدخلوش انتم كشعب مغربي تدافعوا على ارضكم؟ احنا دافعنا على ارضنا، انتم علاش ما دافعتوش على الارض هذيك؟ وحنا دافعنا على ارض، احنا خدينا شحال من ارض دافعنا عليها وبشويه. ما دخلتوش انتم دخلتوا اول مره. قال لك الحسن الثاني قال لك ستدخلون الى ارضي لاول مره. كيفاش دافعتوا عليها؟ وين دافعتوا عليها؟ ما دافعتوش.
ولكن واش الصحراء ندافعوا لها ولا ما ندافعوش؟ واش الصحراء مغربيه ولا الصحراء ماشي مغربيه؟ يا هذاك الشعب اللي قلتي انت، هذاك الشعب وين كان، هذاك هو الشعب اللي كان قاعد يدافع على تلك الارض من كنتوا انتم تحت الحمايه الفرنسيه. هذا السؤال وهذا الجواب القاطع. كانوا الناس قاعدين يموتوا، وكي وهنت اسبانيا قال لكم الملك سوف تدخلون الارض الذي جامي دخلتوها، او درتوا المسيره الخضراء ودخلتوا. تحب نعطيك لك الفيديو كيف دخلتوا بالتصرفيق. الناس كانت تموت وانتم دخلتوا بالتصرفيق. بس دخلنا بالتصرفيق؟ سمعتك ما فهمتكش. دخلتوا بالطبول، نعرف لك كيف دخلتوا. والله دخلتوا الى المسيره الخضراء نضحك. معليش اسمح لي ما اخذ بالقوه يسترد بالقوه. هذه قانون حقيقي، هذا قانون الحياه. اللي داوه بالقوه يرجع بالقوه. كيف لقيت شي حاجه داوها بالقوه رجعت بالطبول. خديناها بالقوه، خديناها ما من القوه هي غتاخذها بالقوه، غتاخذها بالذكاء بالعقل. قوه علاش ولا نقطه دم سالت؟ هي تما ديتوها بالعقل. خليني نجاوبك. شوفي لابد ان تكون هنالك حرب وان يكون هنالك شهداء. إذا كانت عندكم شهيد أو معركة حسمت بين الإسبان والمغاربة حدثينا عنها. ممكن التاريخ طمسها، لكن إذا كنت تملكين تاريخ يعني قوي حول يعني تصديكم من الإسبان آنذاك في الحال 1884 92 سنة، أعطيني. ما تكونش مستحيل أنها ما تكونش حرب 92 سنة. أعطيني معركة حدثت. الصحراء راه دابا ما فهمتش نتوما. هذا بحال اللي يتقال هلال السيد هلال ديالنا في السفير ديالنا في الامم المتحده. ما علاقه الجزائر بالصحراء؟ راه الدول تتساءل ما علاقتكم بالصحراء؟ احنا الصحراء ما عندنا حتى اسمح لي دقيقة الله يسلمك ربي يعيش. شوفي ما عندنا حتى فائدة. تحليل ما نحاربوا في الاستعمار في قارة افريقيا. تحليل ما زين نسمع الإجابة تاع الأخ جلالة. تفضل الأخ جلال جاوب على السؤال هذا. دوغول في 17 سبتمبر 1961 يعترف بالصحراء الجزائرية ولولا خشية فرنسا. أنا نحكي معك درك نكابتيريها لك تضحكي نكابتي. اسمعيني نهضر معك درك راه مغربية. خليني نهضر معك ما تخلينيش درك نكابتيريها لك في كتاب مكتوب. امتى تحدد انتوما امتى حدد؟ حاول نقاش عقيم هذا. خليه يجاوبك ومن بعد نعطيك تعقيب. تفضل جلال. تحكي معاهم تاريخ ندير لك هنا كابتير على الهضره دي. مانيش نقول فيها من العدم ولا من راسي. اذا كانوا ما همش مطلعين على التاريخ ومطلعين على الحقائق، نحن الجزائريين نتبعوا في اللحظه باللحظه. تبعوا تفاهه هذه تلعب لك على المورال بعد خليك تغلي بعد. خلاص نسكت خير. او الحديث حين يجب الصمت مفسده والسكوت عن الاحمق جوابه. انا يجاوبوني باش الصحراء تاعهم باش يعني باش بات باللي الصحراء تاعهم برك. هذا ما كان بالدربوكه واش هي دروكها. معليش قلت لك الصحراء الشرقيه اللي الصحراء الشرقيه مغربيه ثاني. خليه من كانت فرنسا وتخرج هذا كلام شعبوي خويا. لحسن اسمع. غير يسلكوا رواحهم من بوليزاريو ولا يسترجعوا ارض سبتوا من الليله ومن بعد يجيوا للصحراء الشرقيه. الصحراء الشرقيه راه بعيد عليهم بكواغطنا وعندنا ملكيه عليها وعندنا تاريخ عليها في الامم المتحده ونورمال وعادي جدا. راك فاهمني؟ حتى في الاتحاد الافريقي راه على بالهم بها باللي اراضي الجزائري. يوهمونهم انها الشرقيه تاعهم وخلاص. انا حاب نفهم حاجه. اذا كنتم انتم تملكون الصحراء لماذا اليوم الشعب الصحراوي رافضكم ويقاتل فيكم؟ علاش؟ اذا كانوا انتم راكم تقولوا باللي هذو مغاربه، كيفاش مغاربه 92 سنه اذا كنتم انتم تحاربوا في الاسبان يطردونكم في اخر لحظه؟ مستحيل. نقدر نبعث لك الموضوع كابتير كمال في البريفي تهبطوا عندك. ما يصلح ليش ما عنديش هذيك العفسه. مازال ما عطاوها ليش باش نبدل الفوطو ديريكت.
باش يسكتوا برك يسكتوا من الهرج.